إدار الندوة التي تجتمع فيها قريش للمشاورة، إبليس في ثياب شيخ نجدي جليل يدخل الدار وهي خالية. أبو سفيان لإبليس: من الشيخ؟ شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، عسى ألا يعدمكم منه رأيا ونصحا. أجل فادخل. إبليس يدخل معهم ويجتمعون في دائرة. أبو سفيان لأبي جهل: كلم يا أبا الحكم، إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وقد علمتم أن عمر بن الخطاب هو أقوى قريش شكيمة قد اتبعه كما اتبعه حمزة، وأنه ليلقى الناس في مواسم الحج يعرض عليهم دينه ويزين إليهم أن يتبعوه. إن ولات ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبع من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا، احبسوه في الحديد واغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهير أو النابغة ومن مضى منهم، من هذا الموت حتى يصيبوا ما أصابهم. لا ولات، هذا لكم برأي، ولات لأن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمر من وراء الباب الذي أغلقتم دون إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروا به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره. أبو سفيان يتفكر قليلا: اخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فولات ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. لا ولات، ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ ولات لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتبعوا عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطعكم في بلادكم بهم، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. أبو جهل بعد تفكير: ولات إن لي فيه لرأي ما أراكم وقعتم عليه بعد. وما هو يا أبا الحكم؟ أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتى جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. إبليس مبتهجا: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره. يتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له.